وانت على كده بتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ ممرضه؟ ملاك رحمه، اهلا يا رحمه. وحضرتك مالها الممرضه؟ ما هي مهنه زي اي مهنه. انا فضلت ادرس 4 سنين مبادئ طب ومبادئ صيدله ورعايه مرضى علشان اعرف بس اهل نفسي ان اشتغل الشغلانه دي، علشان لما يجيلك نغزه في قلبك تلاقي حد يعرف يرعاكي. تدلعي لي على اللي رايح وعلى اللي جاي وعلى الدكاتره في المستشفى. ده لا عيب، بس هو احنا لاقيين وقت نتدلع؟ انت شفتي اهالي المرضى بيدخلوا يقتحموا المستشفى كام مره؟ ممكن يتطاولوا علينا ازاي؟ ولا ما بتسمعيش الحوادث دي؟ ولا جرس الانذار اللي كل شويه بيضرب علشان نشوف المريض ده محتاج ايه والمريض ده عاوز ايه، ونفضل متنقلين كده كل شويه؟ تحبي تيجي تقفي معانا مره وتشوفي بنتعامل ازاي؟ يعني انت بقى ترجعي لي وش الصبح والواد لسه رايح شغله؟ على فكره كل الشغل في العالم فيه شفتات، وعادي لما الشفت بتاعي يبقى شفت ليلي. ده جدول بيتوزع علينا كل شويه وحسب كل واحد ما ياخد ورديته. وعلى كده بقى بتعملي ايه بالليل؟ ده بيقولوا ان انتم مقضيينها مع الدكاتره والممرضين. يوه انت تاني، ما قلنا لك بنروح من الاوضه دي كل شويه والاوضه دي كل شويه علشان ننقذ الناس. والله لولا ان حضرتك ست كبيره وانا قاعده في بيتك كنت قلت لك كلام تاني. ده انت على كده بقى بتغيروا للعيانين. هو انت مفيش دم خالص؟ ما بتحسيش بالاوجاع بتاعت الناس دي؟ دي اعظم خدمه انك تخدمي حد بيتوجع. بصي يا ست الناس، علشان نحسب الموضوع ده احنا اصلا ما عندناش وقت ولا بالليل ولا بالنهار. احنا ما بين ادويه وتعليق محاليل وطوارئ مقضينها كعب داير في المستشفى. علشان نعرف ناكل لقمه او نشرب كوبايه شاي بيبقى بطلوع الروح. ما في عيانين اهاليها ما عندهاش دم وبتسيبهم بالليل لوحدهم، ارميهم يموتوا بقى علشان ترتاحي حضرتك. وبعدين لا حقيقه في العلم اصلا. غريبه عليكي المعلومه دي؟ والهدايا اللي بتجيلك كده من اهل العيانين بتبقى لخدمه العيانين ولا اغراض تانية؟ هدايا؟ انا هديتي الوحيده اللي اتمناها ان السراير كلها اللي مليانه في المستشفى ما يبقاش عليها اي حد وكله يخف ويخرج. وبعدين لو اهل المريض سابوا لي فلوس علشان ابنهم محتاج حاجه وهم مش موجودين، دي تبقى هدايا؟ وجو بقى بتسرقوا العلاج وبتبيعوه؟ علاج؟ طنط عيب كده، ده احنا اوقات بنحط من جبنه علشان مش موجود في صيدليه المستشفى، بنلم من بعض يعني. يعني اما ترجعي لي وش الصبح هنقول للناس. بصي اقول لحضرتك الاجابه النموذجيه ليكي ولكل الناس اللي بتعيد نفس الكلام زيي. اول حاجه ان انا درست واشتغلت شغلانه شريفه، تاني حاجه ان انا بشتغل مهنه من احسن المهن في العالم، وتالت حاجه علشان عارفه ان هي هتهم حضرتك ان انا هقدر اصرف مع ابنك على البيت، ورابع حاجه لو حضرتك عرفتي تبصي بربع جنيه للمستقبل هتعرفي ان انا هقدر اربي جيل يقدر يعتمد على نفسه، مش زي ابنك لسه مخلي امه هي اللي تختار له العروسه. سلام يا طنط.